النهارده هنجرب اجدد واغرب السناكات اللي نزلت في الاكشاك. ابو مش بسكوته، ابو ده حدوته. ابو ده كان مسلسل اتعمل رمضان اللي قبل اللي فات، كان ترند بالاغنيه دي. هي شبه البيمبو شويه، كان سعرها تقريبا 5 جنيه. هي طلعت بالشكل ده مفتفته خالص. المفروض ان كان مكتوب هنا ابو، هي قطعتين بسكوت وجواها شويه شوكولاته كده بس شكلهم غريب، شبه البيمبو شويه. بسم الله. مش وحشه بالنسبه لسعرها، البسكوت بس تحس ان هو خفيف جدا وطعم الشوكولاته مش باين، شبه بسكوت ماري، اللي هو تحس ان البسكوت كان مفتفت وجمعوه في قالب وعملوه في البسكوته دي. كمان الحشو مش زي خالص اللي مرسوم على الكيس من بره. السناك اللي بعد كده او الشيبس اللي بعد كده من شركه فوكس، منتج اسمه فوكس تراك سناكس. ده بطعم الخضار وسعره 5 جنيه. هو الخضار هنا مرسوم مشوي او معرفش محروق ايه، شبه عباره عن رنجات كده او حاجات مستطيله، شبه قوي بريك. بسم الله. شبهه قوي كمان في الطعم، يعني نفس البهارات بس هنا مزودينها كتير. الطعم هنا اقوى كمان من بريك. هو حلو بس مش عارف ليه معظمه مكسر جوه. حلو. شركة فوكس يعني شركة معروفة، مش شركة تحت السلم هي حاجات جروب. طعم الخضار عامة بيبقى حلو في السناكس. ده منتج من جاكوار اسمه كرييشنز. كنا جربنا اكتر من حاجه من جاكوار تقريبا من ايام كنا بنجرب يعني منتجات. هو عنده فشار وعنده سناكس وعنده حاجات كتير، فده كان جديد بالنسبه لي. ده تشيز بولز، والكيس ده كان ب5 جنيه برضو تقريبا، فاكر ب5 ولا ب10. دي التشيز بولز كده، هي بس حاسسها صغيره شويه، صغيره قوي عامله كده، بس حجمها كتير كتير جدا. بسم الله. الكريم ده السناك نفسه طعمه نضيف، والجبنه طعمها حلو، مش بتجزع نفسك لما بتاكل كتير، اللي هو طعم الجبنه اللي بتعرف تاكل كتير في السناكس ما تزهقش منها. حلوه، والكور الصغيره دي هتستفزك انك تقعد تخلصها لان هي صغيره فماليه حجم الكيس. ده اغرب منتج انا لقيته اليومين دول في الاكشاك، برضه من شركه فوكس. كورن كوبس سويت كورن. لو دوست عليه كده من جوه هتحس ان في سويت كورن نفسها جوه. بيج سناكس. ده برضه كان ب5 جنيه. هم حاطين ذره بجد جوه ولا عاملين شكل السناك على شكل ذره؟ حلو قوي. هم عاملين السناك على شكل سويت كورن، واخدين نفس التعسيله بتاعت الذره الصفراء. هي كطعم جامده جدا، كشكل مختلف اول مره اشوف بصراحه يعني حد بيعمل سناك بالاحجام دي. هو بس الكيس هيخلص بسرعه، يعني في تقريبا بتاع 10 15 واحده من دول، بس عاجبني طعمه. الشيبسي اللي بعد كده معانا من شركه فوكس برضو، شيبسي كرينكل. واضح ان فوكس عامله منتجات كتير باشكال جديده واطعمه جديده. ده طعم الجبنه المتبله وسعره 5 جنيه. شيبسي كرينكل اللي هو الشيبسي المضلع ده، واخده البهارات بتاعتها. بهارات الجبنه طعمها حلو، مفيش ولا شيبسيه محروقه شيبسيه ملسوعه الكلام ده كله، بس تحس ان الشيبسيه نفسها دراي شويه، فبتاكلها بتحس ان هي ناشفه في بقك. معرفش ده يرجع للتخزين ولا للزيت، بس يعني هي دي الملحوظه الوحيده. شغال مش وحش، بس بحس ان الشيبسي بتاع فوكس نفسه اللي هو العادي طعمه بيبقى احلى من كده. فدي كانت حلقه سناكات جديده نزلت الاكشاك. بقالي كتير ما عملتش حلقات المنتجات دي، معرفش لسه حتى الناس بتحب حلقات المنتجات دي ولا لا. فلو بتحبوا الحلقات دي يا ريت تعملوا لايك للفيديو وشير الفيديو. ولو انت معدي على اي كشك ولقيت منتج جديد او غريب عاوزنا نجربه قولوا لي تحت في الكومنتات او ابعتوا لي في رساله، وان شاء الله هحاول اجيبه واجربه. ما تنساش لو حبيت تشتري حاجه من على نون دخل البروم كودز دي، هتاخد خصم توصيل مجاني لحد باب بيتك. شكرا جدا ليكم، سلام.